لو ما اتفرجتش على الجزء اللي فات من حكايه الخطايا السبعه فروح شوفها الاول. في الجزء اللي فات من الحكايه شفنا ازاي بدات الحرب بين الخطايا والفرسان، وشفنا كمان قدره الفرسان المرعبه اثناء قتالهم مع الخطايا. بعدها بيقابل الخطايا جوسر وبيقاتلوا ضد وحش شيطاني كان اصله فارس مقدس، وطبعا بيقدروا يهزموه. بس يا ترى بقى ايه اصل الوحش ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يلا بينا نكمل الانمي. وبعد ما هزم الخطايا الشيطان وقتلوه بدا الكل في الترحيب والاحتفال بجوسر بعد رجوعه ليهم. بيتعرف على اليزابيث وبيقرر يساعدها في مخططاتها لقمع الفرسان ورضعهم. بس وهم قاعدين بيحتفلوا ميليودس بيسأل جوسر عن الشخص اللي خلاه يفقد وعيه من 10 سنين. جوسر بيستخدم قوته عليه وبيعرف ايه اللي حصل، وبيقول له خطية الخنزير مارلين هي اللي عملت كده، وميليودس ما بيكونش عارف السبب. بعدها بيستخدم جوسر قوته على الخطايا وبيبدأ يفضح في اسرارهم وبيحرجهم كلهم قدام بعض، وكان طبعا الكل في قمة الاحراج وقتها. المهم وجوسر بيستخدم قوته على كينج، بيكتشف انه ما استخدمش قوته الكاملة اثناء نزاله الاخير. لسه هيفضح السبب فراح كينج قافل بقه، والظاهر ان كينج كان يعرف هيلبرام قبل كده. المهم في الاثناء دي في المملكه هاوزر بيروح على دروفاس وبيحكي له عن الفرسان الجدد واللي بداوا يظهروا الفتره الاخيره. دروفاس بيشك في هندريكسن وبيقول انا لازم اتكلم معاه بسرعه، وفعلا بيروح علشان يكلمه. في نفس الوقت ده كانت غيلا وجيريكو قاعدين يتدربوا مع بعض في ساحه القصر، والظاهر ان جيريكو ما كانتش مركزه ودماغها متشتته في حاجه تانية. غيلا بتاخد بالها وبتسالها عن السبب. جيريكو بتحكي لها على اللي حصل، بتقول لها بعد ما هيلبرام امر فرقه زئير الفجر بقتل العملاق المدرع ما كنتش مقتنعه ورحت وراهم علشان اقتله، ولكن الخطايا كانوا هناك وهم اللي قتلوه. غيلا بتقول لها طيب وفين المشكله يعني؟ جيريكو قالت لها انا حسيت من الوحش ده بمصدرين للطاقه، المصدر الاول هو الشيطان اللي تحت الارض، اما المصدر الثاني فهو فارس مقدس عادي. غيلا اترعبت قالت لها ده زينا بالظبط. جيريكو قالت لها ايوه، وانا بعد ما مشى الخطايا حفرت القبر اللي هم دفنوه فيه علشان اتاكد من اللي حصل، ولقيت القلاده ديت مع الفارس. غيلا اترعبت اكتر، القلاده ديت كانت بتاعت ابوها، يا ترى ايه اللي حصل له؟ في نفس الوقت ده كان هيلبرام وهندريكسن ركبوا سيف ميليودس في البوابه وبداوا في طقوس احياء عشيره الشياطين. البوابه بتفتح فعلا وايادي الشياطين بدات تظهر، ولكن لسه ما بتفتحش بصوره كامله، وده معناه ان لسه في مفتاح ناقصهم. في نفس الوقت ده كان الخطايا متجهين الى بلده جديده للبحث عن العضو السادس. بس قبل ده كله ميليودس بيقول لهم انه لازم يرجع السيف بتاعه والا هتحصل كارثه. بيسالوا عليها وبيحكي لهم عن السيف وخطورته. بيقول لهم منذ زمن بعيد اجتمعت كل العشائر وعملت ختم علشان تقدر تحبس فيه الشياطين جواها، ولو الختم ده اتفك او اتكسر الشياطين هترجع تاني وهتجتاح العالم. العيال اترعبت جدا وقالت لميليودس وايه الهدف من احيائهم اصلا؟ الحرب المقدسه. هندريكسن عاوز يخوض حرب طاحنه ضد عشيره الشياطين ويرجع الفوضى في العالم تاني. دروفاس بيقول له انت اتهبلت، انت ازاي هتعمل كده؟ انت نسيت ان احنا فرسان عداله برضه؟ هندريكسن ضحك قال له عداله ايه اللي بتقول عليها؟ انت نسيت انك استعنت بيا لقتل اخوك زاتار قبل كده واتهمت الخطايا السبعه بيهم؟ دروفاس اتصدم، انسدل الستار عن حقيقه خيانه الخطايا للمملكه واتضح بؤس وخيانه فرسانها. في نفس الوقت ده بتدخل واحده كده على هندريكسن وبيأمرها تجيب المفتاح الاخير. بتسمع الكلام فعلا وبتمشي. دوريفاس بعدها بيروح على هندريكسن وبيقول له انا مش هسمح لك تعمل كده. هندريكسن بيقول له انا محتاجك معايا، ولكن لو عرضتني اكتر هخليك تختفي زي ابنك غريمور. دوريفاس بيتعصب وبيقول له لا يختفي هو انت، وشكل في معركه هتقوم ما بينهم. في نفس الوقت ده واثناء ما الخطايا كانوا ماشيين هوك بطنه بتوجعه وشكله محتاج يدخل الحمام يا صديقي. اليزابيث بتقوم هي كمان علشان تشوف ماله، ولكن هوب فجاه ساحره بتظهر من العدم وبتخطف اليزابيث قدامهم. ميليودس حاول يلحقها ولكن ما عرفش، ووقتها ميليودس بيتعصب جامد، بيصرخ بأعلى صوته وبياخد سيفه وبيطلع بره الحانه. بيقول لديانا تحدفوا على المملكه بسرعه. بنو وغسر بيمسكوا فيه وشكل الحرب هتولع. ديانا بتشيلهم فعلا وهوب احلى صاروخ متجه الى المملكه. الفرسان بتلاحظ قوه غريبه جايه عليهم وبتعرف هندريكسن ودريفاس بيها. هندريكسن وقتها عرف انهم اخذوا المفتاح الاخير. بيقول لدريفاس نكمل قتالنا في وقت تاني، وبيطلعوا بعدها علشان يقتلوا الخطايا. بيعلن هجوم الخطايا على المملكه وجميع الفرسان بتجهز علشان تقتلهم. ميليودس وبانو وجسر بيوصلوا على المملكه في الوقت ده وبينطلقوا الى جحر العدو. ميليودس كان متعصب جدا وبيقول للي معاه هاجموا بنيه القتل، وفعلا الفرسان بتحاول تضرب بكل طاقتها بس على مين يابا؟ ميليودس بيطيرهم كلهم واحد ورا التاني. اللي بعده يا هناه يا سعده. في نفس الوقت ده بيجي خبر صادم للفرسان من جميع الجهات. جيش مكون من 100,000 مقاتل واقف قدام بوابه القصر بقياده الملك بتاعهم ارثر بن دراجون، ومستعد للهجوم على المملكه في اي وقت. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ميليودس وبانو هما كمان حسوا بطاقه كبيره عند البوابه الثانيه ومحدش كان فاهم حاجه. هندريكسن في الوقت ده بيأمر بفتح البوابه وبيروح على الملك علشان يكلمه. بيوصل هناك فعلا وبيساله عن سبب وجوده في الوقت ده. ارثر بيقول له انا جاي هنا علشان اشوف ملك البلاد، كان لي عندي جميله زمان وانا جاي اشكره. هندريكسن بيقول له شكرا على الزياره وكل حاجه، بس الملك تعبان ومش هيقدر يشوفك دلوقتي.
دلوقتي. ارثر قال له ده سبب اكبر يخليني ممشيش، الشخص اللي معايا ده يقدر يعالج الملك من اي اصابه. هندريكسن بيقول له طيب هو حد يجي ب100,000 واحد علشان يعالج الملك برضه؟ ارثر قال له ما تقلقش دول وهم مش اكتر. وفي ثواني الشخص اللي جنبه بيمحيهم. هندريكسن قال له تمام واخده معاه جوه المملكه. في نفس الوقت ده اليزابيث بتكون وصلت على احدى الزنزانات في مملكه ليونس، بتسيبها الساحره هناك وبعدين بتمشي، بس لحسن حظها الساحره بتكون نقلت هوك معاها وقدر يكسر باب الزنزانه وطلعوا علشان يهربوا. بيشوفهم بعدها واحد من الحراس ولكن هوك بيخلص عليه في لمح البصر. ايوه كده هوك احمي الاميره. في نفس الوقت ده كانت الاميره مارجريت محبوسه في احدى الزنزانات جنب اليزابيث وباين عليها الاسى جدا، وبالمناسبه دي حبيبه غل. المهم مليودس كان شغال ضرب في كل الجنود هو وبان ومش رحمين حد فيهم. بيدخل بعدها غسر عليهم وبيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. بيستخدم قوته على الفرسان وبيخلي كل اللي واقف يستسلم، وده بانه بيلعب في ذكرياتهم وبيخليهم يفكروا الخطايا اصدقاء ليهم مش اكتر. جمدان والله. بعدها بيكملوا طريقهم وبيفكروا هيروحوا فين. بان بيقترح عليهم يدوروا في القلعه ومليودس بيوافق. واثناء ما كانوا بيجروا رايحين على القلعه هندريكسن كان واقف كده في نص الطريق مع ارثر وقرر انه يقتله، وده علشان يواجه الخطايا من غير اي مشاكل. بتجيله الساحره في الوقت ده وبتعرفوا ان المفتاح الاخير في الزنزانه، وتقصد اليزابيث بالكلام يعني. هندريكسن بيقول لها تمام وبيأمرها تخبيها من الخطايا. بتمشي الساحره فعلا وبعدين بيتواجهوا. هندريكسن بيطلع على ارثر وبيضربه بالبوكس كده وبيطيره، ولكن ارثر مش سهل وقدر يجرحه في وشه. اللي مع هندريكسن قرروا يساعدوه، بس هندريكسن قال لهم خلي بالكم بس من اللي وراكم. بيسمع مليودس الضربه اللي حصلت قبل شويه وبيعرف ان هندريكسن هو اللي هناك. بيقول لبان وجسر انا هروح على مكان هندريكسن اسرع طريقه علشان الاقي اليزابيث هي بهزيمته، وشكل في مجزره هتحصل يا صديقي. من ناحيه تانية بقى واثناء ما كان كل من ديانا وكينج متجهين على العاصمه كان باين على ديانا انها زعلانه جدا، وده طبعا بعد رد فعل القائد بعد خطف اليزابيث. هي عاوزاه يلحقها وكل حاجه، بس كانت بتتمنى رد فعله ده يكون ليها هي وبس ويحبها زي ما بتحبه. بس كينج طمنها وقال لها لو انت حصل لك كده انا هتعصب زي القائد واكتر منه. ديانا فكرته بيواسيها وما عرفتش برضه حقيقه مشاعره ناحيتها. الحاله الام بتقطع كلامهم وبتيجي في بال كينج فكره. بيصفر كده واذا بكلب بيخرج من الفراغ، وده بقى اسله يا صديقي، كائن من مخلوقات الجن وعنده القدره على نقل الاشياء اللي بياكلها لاي مكان كينج عاوزه. ديانا بتقترح عليه يوصلها للقصر بسرعه وفعلا بيوافق. الكلب حجمه بيزيد وهوب بياكل ديانا وبيوصلها لقبو القصر. الفرسان في الوقت ده بيحسوا بيها وبينزلوا على مكان ديانا، بيلاقوها فعلا ودريفاس بيتقدم علشان يقتلها. جسم ديانا كله كان لسه ما خرجش والظاهر انها محشوره في بقه اسله. الفرسان ما بيهمهمش الكلام ده وبيهجموا عليها بكل قوتهم. ديانا بتستخدم سلاحها الامبراطوري وبتدمر المكان كله. غل في الوقت ده بيقول لجيريكو وغله تنسحب بسرعه وهم هيتولوا مهمه القضاء عليها، وبالفعل غل بيجمع قوته وبيستخدم قوه البرق عليها. ديانا جسمها كله بيتكهرب وما عادتش عارفه تعمل حاجه. دريفاس بيأمر هاوزر هو كمان يهجم عليها. الواد ما كانش عاوز يضربها في الاول ولكن بسبب ضغط دريفاس عليه بيستخدم قوته عليها، والظاهر انها في موقف لا تحسد عليه يا صديقي. هيليبرام بيستعين بقوه احد الفرسان هو كمان وبيبدا يستخدم قوته في الاطاحه بيها. ديانا في الوقت ده كانت عماله بتنضرب من جميع الجهات وشكلها دي نهايتها، بس البنت بتجمع طاقتها وهوبا اقوى تقنيه عند ديانا وقفتهم عند حدهم. اسطوره يا بنت والله. جسر بيشوف سحر ديانا وبيعرف انها كمان في العاصمه. بيستغربوا ازاي هي وصلت هنا قبلهم، ولكن بيقرر جسر بعدها يروح لها هناك ويساعدها. وفي الوقت ده كانت ديانا واقفه قدام الفرسان بكل شجاعه بتطلب منهم يرجعوا اليزابيث. دريفاس كان واقف كده وما كانش فاهم حاجه. البنت بتجمع قوتها وبتضربه تاني ولكن بيصدها. هي دي بقى قوه اعظم فارس مقدس في المملكه. ديانا بتحاول تضربه تاني ولكن ده في مستوى تاني عن الكل. بيضربها والبنت بتقع على الارض وشكلها دي النهايه. هاوزر كان بيتفرج عليها وصعبان عليه ولكن مش قادر يتحرك. ديانا بتجمع قوتها تاني وبتقف علشان تلحق صديقتها الوحيده. دريفاس بيضربها تاني ولكن المره دي بيطيرها. ديانا بتقع جوه المدينه والناس كلها كانت مرعوبه. غيلا كانت عارفه ان بيتها مكان سقوط ديانا وبتخاف على اخوها وبتجري علشان تلحقه. دريفاس بيستخدم تعويذه التقويه لصوته وبيكلم كل اهل المدينه. بيقول لهم الخطايا السبعه بدأوا في الهجوم على المملكه دلوقتي، بس ما تقلقوش انا موجود وهحميكم، واي حد فيكم عنده القدره على القتال يشيل سلاحه ويضربهم. وفعلا الناس بدأت تمسك الطوب وتحدفه على ديانا. ديانا قامت مع جسمها اللي كله جروحه وما استسلمتش برضه، وده كله علشان صاحبتها. الوفاء عندها غير عادي والله. انفجارات بتحصل في كل حته والناس مفكره ان كل ده بسبب ديانا، ولكن للاسف الخسيس ده كان عمال يفجر في البيوت علشان ديانا تكون قدام الناس سبب الدمار للمملكه. غيلا بتتعصب عليه وبتروح تقول له انت ليه بتعمل كده؟ الناس كده هتتأذى بسببك.
هيلبرام بيقول لها اي حاجه انا بعملها دلوقتي ديانا هي اللي هتتلام عليها مش اكتر، لو الشرير ما اظهرش شره فكده ايه لازمه البطل؟ ارخص انواع الناس هيلبرام ده والله. اخو غله في الوقت ده بيشوفها وبيجري عليها علشان يكلمها، ولكن البيت اللي فوق بيتهد وكان هيقع عليه بس ديانا حمته بجسمها. باقي الفرسان هم كمان وصلوا وخلاص شكلها دي النهايه. لسه هيقتلوا ديانا بيلاقوا هاوزر سايبهم وراح يقف جنبها. غله هي كمان وقفت معاه وقررت تساعده. دوريفاس بيساله وبيقول لهاوزر انت بتعمل ايه؟ هاوزر بيقول له دوريفاس انت كنت دايما بتقول لي استخدم قوتك لما تلاقي اللي قدامك محتاجها، وانا شايف ان ده انسب وقت استخدم فيه قوتي. هاوزر بيقول لغله احنا لازم نهجم عليهم بكل قوتنا والا هنموت في ثواني. وبالفعل هاوزر بيجمع طاقه كبيره جدا وبيعمل اعصار بيطير بيه كل اللي واقف. غله هي كمان استخدمت طاقتها جوه الاعصار والكل بقى بيتشوى جوه. جوسر بيشوف الاعصار من بعيد وبيعرف ان في حد بيساعد ديانا. هاوزر وغله مستمرين في القتال بكل قوتهم، ولكن غل بيظهر من وراهم وما كانش في الاعصار اصلا. الاعصار بدا يختفي والكل بيظهر بعدها واحد ورا التاني. محدش حصل له اي حاجه من الهجوم بتاعهم ما عدا جيروكو هي الوحيده اللي اتأذت جامد. دوريفاس بيضرب غله بعدها بكل قوته، ولكن انت متخيل ان جوسر هيسيبها يا صديقي؟ لا والله، جوسر بيظهر في اخر لحظه وبيلحقها منه. الكل اتصدم ومحدش كان عارفه لسه اصلا، وشكل القتال هيولع من هنا يا صديقي. من الناحيه التانيه اليزابيث كانت ماشيه كده وسط السجن بعد ما هوك انقذها، بتنادي على ابوها واختها ولكن محدش كان سامعها. بتسمعها مارجريت بعدها وبترد عليها. اليزابيث راحت عليها وسالتها انت كويسه ولا لا؟ مارجريت قالت لها ما تقلقيش انا بخير، انت بس بتعملي ايه هنا؟ اليزابيث حكت لها اللي حصل، عيطت وقالت لها اختي فيرونيكا ماتت وهي بتحميني، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، تعالي نهرب احنا الاتنين من هنا بسرعه. ولكن ساحره القصر بتظهر وراها فجاه، بتقول لها انت ما تعرفيش ان مارجريت هي اللي اختارت تتحبس هنا ولا ايه؟ اليزابيث مش مصدقاها. الساحره بتقول لها انا مش عارفه انت ازاي خرجت من الزنزانه بتاعتك، بس تعالي معايا بهدوء يلا. لسه راح تاخدها وبتلاقي هوك بيضربها، بيقول لها مش هسيبك تحط ايدك عليها. الساحره اول ما بتاخد بالها منه وبتفعل تعويذه عليه وبتخفيه من المكان كله. اليزابيث اتاثرت هي كمان من التعويذه واغمى عليها. بتشيلها الساحره بعدها وبتفك الزنزانه بتاعت مارجريت وبتقول لها لو هو مش همك فاهربي من هنا بسرعه. وهو شكل الموضوع فينا. وهوك في الوقت ده كان اتنقل على مكان غريب كده تحت القصر وما عادش فاهم حاجه. من ناحيه تانية جوسر بيشكر غيلة على حمايه ديانا، بينزل بعدها علشان يقاتل. دوريفاس ما بيستناهوش وبيهجم عليه بكل قوته، بيخترق جسمه بالسيف بتاعه وبيبدا يكسر فيه بعدها. بس جوسر ما بيموتش، لا بالعكس بيرد له الضربه وبيوقعه على الارض. وهنا دوريفاس بيعرف ان هو دخل في كابوس. جوسر بعدها بيستغل نقاط ضعفه ضده، بيوري له ذكرياته المؤلمه وقتله لاخوه زاتارا علشان بس يبقى مكانه. بيوري له جثه اخوه بعدها وهو بيقول له مش هسامحك وهتموت دلوقتي. دوريفاس بقى زي العيل الصغير تحت جوسر وما عادش قادر يتحرك. بس هو فجاه شخص بيظهر من ورا جوسر وبيضربه. دوريفاس بيرجع من جوه الكابوس ولكن جوسر ما بيرجعش، بس دماغه كانت اتأثرت جدا ومش هيقدر يكمل قتال معاهم. غل بعد ما بيشوف حالته بيقرر يروح عليه ويساعده. هاوزر بيقول هو مين اللي جه بسرعه واتهزم بسرعه ده؟ هو كان جاي ليه اصلا؟ بس غيلة قالت له لا دلوقتي ما عادش حد ضدنا غير هيلبرام، بس لازم نهزمه بسرعه. بس هيلبرام بعدها بينشر سحر مميت عليهم وبيبدا الكل في سعال دم وشكلها دي النهايه. ولكن هوب ديانا بتديله بوكس كده بتوقفه عند حده، بتدي الطفل لهاوزر وبتقول له خده واهرب من هنا. هاوزر ما قدرش يستحمل، عينه بدات تدمع. بيقول لها انت ليه ما بتهتميش بنفسك؟ ليه دايما بتهتم بغيرك حتى لو ده هيقتلك؟ لسه ما كملش الكلام وهوب هندريكسن بيفك نفسه، بيضرب ديانا بعدها برمحه الجليد في بطنها، بيجمع اجزاء تانية من الجليد وبيحدفها علشان تقتلها نهائي. هاوزر وغيلا كانوا بيراقبوا ومش عارفين يعملوا حاجه، لسه البنت كانت هتموت وهوبا كل الجليد بيتدمر. كينج بيوصل عليهم وبيكون متعصب جدا، بيسالهم بعدها وبيقول لهم مين اللي عمل فيها كده، انت ولا انتي؟ ديانا بترد عليه وبتقول له دول كانوا بيحموني مش اكتر، ما تلومهمش بدالي. كينج وقتها عيط، بيضرب ايده في درع هاوزر وبيقول له انت ما حميتهاش ليه؟ ايد كينج اتجرحت وهاوزر بيشيلها. كينج بيعيط على اخره وبيقول هو انا ليه دايما بوصل متاخر؟ ليه دايما بعجز عن حمايه الشخص اللي بحبه؟ هيلبرام بيهجم عليه بسرعه بس كينج بيضربه. هوب بيطير لفوق ولكن بيضربه تاني. هيلبرام بيفعل حاجز حمايه عليه بس مفيش حاجه هتحميك من غضبه. كينج بيبص له بقرف كده وبيقول له رجع هيئتك الحقيقيه علشان تقتل بكل قوتك. هيلبرام بيقول له ده انت شكلك حازم المره دي بقى. بيرجع لشكله الحقيقي وبيتضح ان هو كمان من الجن. كينج بيقول له انا معرفتكش في المهرجان علشان كنت لابس الخوذه المهترئه ديت. هيلبرام بيتعصب منه وبيضربه بعدها، بيقول له الخوذه ديت موجوده علشان تفكرني بحقيقتي، وبعدين انت ايه اللي معصبك كده؟ علشان ضربت حبيبتك؟ ما لو بتحبها يا عم خبيها في صندوق ولا مش هتدخل فيه بسبب حجمها. كينج اتعصب من كلامه. هيلبرام بعدها بيسال كينج وبيقول له انت عارف ايه الالم اللي
هينتج لما تشوف حد بتحبه بيموت؟ تعالى يلا لما اوريهولك. وبيهجم على ديانا علشان يقتلها. كينج راح علشان يحميها واخد الضربه بدلها. بيحاول يضرب هيلبرام ولكنه مش عارف يعمل حاجه. هيلبرام بيستخدم كل قوته، بيطلع جذور من شجره بتبدا في ضرب كينج والواد ما عادش عارف يعمل حاجه. جذور الشجره بتتجمع وبتهجم على ديانا علشان تقتلها، بس هاوزر كان واقف وصد الضربه بكل شهامه. هيلبرام بيقول له عاش عليك والله، وبيجدد انصاله الجذور تاني. بيمسك كينج من رقبته وبيقول له احفر مشهد موت حبيبتك في ذاكرتك. بيهجم عليها بكل الجذور والمكان بيتملى غبار من هول الموقف. بان ومليودس بيشوف الهجوم وبيحسوا بحاجه غريبه. هيلبرام بيحدف كينج وبيقول له خد لك بص على حبيبتك وهي بقت لحمه مفرومه. مليودس في الوقت ده وقف وبيقول لبان بالرغم من ان قوه ديانا وجوسر اختفت، كينج قوته دخلت مستوى تاني. وبالفعل ديانا بتكون محميه بواسطه كينج وما حصلهاش اي حاجه. بيقوم بعدها كينج وبيقول لهيلبرام الوعد اللي قطعته لك قبل 700 سنه هوفيه ليك حالا دلوقتي، وشكل القتال هيولع. المهم بقى لحد هنا بينتهي الجزء الرابع بتاعنا، والجزء الخامس هيكون نار اقسم بالله. بس لو عاوزينه بسرعه وصلوا الفيديو ده ل 20,000 لايك، والجزء الخامس هينزل لكم يوم الخميس باذن الله لو عملتوها. ويلا بقى سلام سلام سلام.